بص يا صديقي، انا مش هتكلم كتير. انا عارف ان رايي ممكن ما يهمكش، انت اصلا ممكن ما تشوفش الفيديو ده، بس انا عايز اوثق الحدث اللي انا فيه، او عايز انزل فيديو اتكلم فيه عن اللي حصل في ماتش النهارده. يمكن انا بنزل محتوى على يوتيوب بس مش مستمر، ولكن يوم زي النهارده لازم اتكلم فيه. النهارده ليفربول خرج من دوري ابطال اوروبا عن طريق باريس سان جيرمان في الانفيلد، النسخه الاولى من دوري الابطال بالشكل الحديث 2025، نظام المجموعه الواحده. ليفربول خرج من دوري الابطال على الانفيلد من باريس كان يستحق المكسب بالطبع، لانه فريق قوي وكان لاعب مباريات قويه جوه، قدر يوصل مع ليفربول اللي كان مصنف ان هو اقوى فريق في العالم قبل الماتش، وقدر يوصل معاه ان هو يخسر الماتش اللي على ارضه بنتيجه يعني كانت مفاجاه بالنسبه للعالم كله. وكان باريس لعب ماتش 100% اكتر من ليفربول، ولكن قدر في الماتش الثاني او اللي على الانفيلد يخطف هدف في بدايه الشوط الاول، ويقدر ان هو يحبس الماتش ويقدر ان هو يحجم ليفربول. اي نعم ليفربول فلت باكتر من فرصه، ولكن الحظ ما كانش واقف مع الفريق في الفتره دي او في الماتش ده بالذات. يعني فرص كتير جوه بتضيع، ولك ان تتخيل يعني عد فرص زي فرص باريس، وده كان يمكن من العدل بالنسبه للماتش، لان انت كان نفس الموقف بالنسبه لك، انت كنت فرحان بيه في الماتش الاولاني اللي كان في باريس. ولكن دي عداله الكوره، عادي، ما عنديش مشكله في ده. ولكن نرجع لنفس النقطه اللي احنا هنتكلم فيها او اتكلمنا فيها قبل كده، وهي فكره ان انت ما بتدعمش الفريق. يعني بص، انا الموضوع ده اقسم بالله يعني انا مش فاهم. يعني انا عايز تفسير، يعني عايز اي حد يقول لي تفسير ليه ليفربول لما بيكون دايما على اعتاب ان هو ينافس على موسم قوي. يعني في مواسم بيكون ليفربول واضح من البدايه ان هو مش هينافس، وبتبقى متوقع ان هو يا دوب يلحق توب فور، يفضل يلحق التوب فور عشان يشارك في دوري الابطال الموسم اللي بعده، لان انت اتعودت ان انت تبقى في المكان ده على طول. فانت في مواسم بتبقى عارف من البدايه ان هو يعني طموحك بيكون التوب فور، انما انت في موسم زي الموسم ده انت كان من البدايه متوقع ان انت يا دوب تلحق التوب فور زي ما قلنا قبل كده. ولكن الدفعه المعنويه اللي خدها الفريق في بدايه الموسم والانتصارات وتعثر المنافسين خلاك تركب الموجه وتركب دوري الابطال وتركب الدوري الانجليزي من وقت طويل جو في بدايه الموسم. فانت خلاص جربت على نهايه الموسم ودخلت عليك فتره يناير، وانت المفروض اصلا كنت راكب دوري تقريبا من قبل يناير بشهر تقريبا. فانت ليه ما كنتش عامل خطه وعامل حسابك ان انت تدعم الفريق؟ ما دعمتش بقى بغض النظر عن الاسباب، ما تقنعنيش. كان في لعيبه عقودها بتنتهي بنهايه الموسم، انت عارف انا لو فتره الانتقالات دي ما جبتش لعيبه، بس على الاقل عارف ان في فلان او فلان دول هيجوا في نهايه الموسم، كنت هبقى مطمن، كان هيدي دفعه معنويه للفريق. انما انت لا عملت ده ولا حتى جبت صفقه عارف اللي هو تساعدك في وقت انت عارف ان انت هتيجي، طالما كده كده بتنافس فانت هتوصل لمرحله انت عايز لعيبه. النهارده انت في المباراه المهمه دي ما قدرتش ان انت تسجل على ارضك في دوري الابطال، في مباراه كانت صعبه عليك وكان حظك فيها وحش. بس انت لو عندك سكواد بره، لو عندك دكه محترمه، لو عندك لاعب تثق فيك كنت اشتريته في يناير، كان فرق معاك كتير قوي. كان هيفرق معاك كتير قوي اكتر من نونيز اللي انت بقالك النهارده فتره طويله قوي يأست منه. انا البني ادم ده اقسم بالله انا كرهته. يعني بص، مش بس فكره ان انت لعيب وحش، لا، انت فكره ان انت لعيب مستهتر، لعيب سيء. يعني ايه الكلام ده كله؟ يعني انت في مواقف كتير قوي بيكون فيها ليفربول بحاجه اليك وانت بتضيع فرص كتير قوي باستهتار، وبيكون رد فعلك غريب بعديها، اللي انت كأن تحس ان انت مش مهتم، يعني فاهم؟ وده ما يصحش. يعني ده ما ينفعش تكون انت بتلعب في فريق كبير وقلبك مش على الفريق. فبيضيع فرص بتكون سهله. عارف بيفكرك بمروان محسن في ماتش الاهلي والزمالك قبل كده، لما الكرة كانت رايحه له وهو افتكر نفسه اوفسايد وساب الكوره. فاهم انت الرياكشن بتاعك ده اللي انت بتتكلم عنه. نونيز النهارده ضيع فرص، مش هو مش عايز احمله كل حاجه، ولكن لو في لاعب انا اشتريته في يناير كان هيبقى في مكان نونيز ده، كان هيقدر ان هو يسجل الهدف اللي صلاح ما كانش قادر ان هو يسجله. لان انت لما هتتكلم هتلاقي ان في ناس كتير ضيعت في الماتش ده، ولكن بدون صلاح مفيش ليفربول. يعني الموضوع واضح. نرجع لنقطة الانتقالات ونقطة الدعم. انت لو كنت دعمت فريقك في يناير بصفقة واحدة على الأقل كان ممكن تنفعك ماتش زي ده انت مش قادر تسجل فيه. لو كان في لاعب جديد على السكواد بتاعك كان ممكن يكون عندك الحل ده. يعني بصوا، الموضوع قمة العبث يا جماعة، والله العظيم موضوع قمة العبث. ما تفهمش
الناس دي بتفكر ازاي. والموضوع الاغرب في الموضوع ان ده مش دي اول مره نقف في نفس الموقف. حصل الموضوع ده حصل في الست 7 سنين اللي فاتوا كذا مره، ان انت تبقى على اعتاب موسم تقدر تنافس فيه على كل البطولات، وبتضيع انت البطولات بايدك بسبب ان انت بتعدي عليك مثلا فتره انتقالات ما بتدعمش، ما بتبيعش اللعيبه العاهات اللي عندك. واحد زي نونيز ده المفروض ما كانش، يا عم نونيز ده والله من زمان كان المفروض مشي. كل يوم بيعدي على نونيز في النادي انا بفتكر العرض اللي جاله من الهلال وليفربول رفضه لان بحجه انه ما كانش فيه مهاجم يقدر يعوض مكانه. يا اخي انا بكرشي لو نزلت اقسم بالله هعوض مكانه. انا يعني مش عارف اقول لك ايه، يعني بانهي منطق ان مفيش حد مهاجم يقدر يعوض نونيز. يا اخي ده اسمه ايه ده، بتاع استون فيلا ده اللي راح النصر خرب الدنيا هناك. انت كان ممكن يعني، مش عايز اخش في تفاصيل بالله عليك يعني. بص انا على اخري، بس لو وصل لك الفيديو يا ريت تعمل لايك وتعمل اشتراك للقناه بس يعني. سلام عليكم.